هنتكلم النهاردة عن مميزات وعيوب التثبيت الداخلي للكسور. لما تسمع كلمة تثبيت جراحي للكسر، أول سؤال طبيعي هو ليه؟ إيه مميزاته؟ وكذلك إيه عيوبه أو مخاطره؟ خليني أوضح لك الصورة بشكل بسيط وعلمي. مميزات التثبيت الداخلي للكسور إنه تثبيت قوي ودقيق، سواء الشرايح والمسامير أو المسامير النخاعية، بترجع العظم للوضع التشريحي زي قبل الكسر تماما، وبتقلل فرص تحركه، وبتساعد في التئام أسرع. لأن الكسر ثابت كويس، الجسم بيقدر يركز على الالتئام بدون مشاكل الحركة. كذلك بيسمح للمريض بالحركة المبكرة، فغالبا المريض بيبدأ يحرك المفصل أو حتى يمشي حسب نوع الكسر بدري، وده بيقلل احتمالية حدوث تيبس في المفاصل وضعف في العضلات. التثبيت الداخلي كذلك بيقلل لنا احتمالية ان العظم يلتئم في وضع خاطئ او انه ما يلتئمش في الاصل. كذلك مناسب للكسور المعقدة او المفتتة او القريبة من سطح المفصل، واللي غالبا بيصعب علاجها بالجبس قطعا لوحده، وهنا الجراحة بتكون الحل الامثل. وقطعا ما فيش حاجة بدون عيوب محتملة، وبالتالي فمن عيوب الجراحة ان احتمالية حدوث العدوى أعلى، خصوصا لو التعقيم أو العناية بعد العملية مش أحسن حاجة. في عندنا كذلك مضاعفات التخدير زي مشاكل الجهاز التنفسي أو الحساسية، وإن كانت نادرة. احتمالية حدوث فشل في التثبيت، المسمار أو الشريحة ممكن يتحرك أو ممكن حتى يتكسر لو المريض حمل زيادة في وقت غير مناسب والعظم لم يلتئم بعد. ضيف لده إن التكلفة أعلى، العمليات الجراحية والشرايح والمسامير مش رخيصة، أحيانا نحتاج عملية تانية إما لإزالة الشرايح أو المسامير بعد فترة، أو لإعادة التثبيت لو لا قدر الله حصل لك مشكلة. لكن لازم تكون عارف إن الجراحة مش دايما هي الخيار الأسهل، لكنها أحيانا هي الخيار الأكثر أمانا عشان تضمن التئام العظام بشكل صحيح وسريع، ونساعدك ترجع لحياتك الطبيعية في أسرع وقت ممكن. ونصيحتي ليك قبل ما توافق على الجراحة، اسأل جراحك إيه اللي هستفاده من التثبيت الجراحي في حالتي أنا تحديدا؟ هل في بديل غير جراحي مناسب؟ ايه نسبة نجاح العملية دي عندك للنوع ده من الكسور؟ تابعني في أقوى سلسلة على الإنترنت هجاوبك فيها على أهم 60 سؤال عن الكسور. والسؤال اللي جاي: لو عندي كسر ومحتاج عملية لكن خايف جدا من شكل الجرح، هل ليا حل؟ عندي كسر محتاج عملية لكن أنا خايف جدا من شكل الجرح، هل ليا حل؟ ليك حل، وبيكون ما يسمى بالجراحات المحدودة أو المينيمالي انفيزيف سيرجري. ومعناها إن الجراح بيثبت الكسر باستخدام شقوق صغيرة جدا في الجلد بدل الفتح الكبير، وغالبا باستخدام أجهزة خاصة نقدر بيها ندخل الشرايح والمسامير من فتحات صغيرة في الجلد. الهدف منها تقليل الضرر للعضلات والأنسجة المحيطة بالعظم. الفكرة الأساسية، بدل ما نفتح جرح كبير عشان نشوف الكسر بعيننا، بنستعمل أجهزة زي السي ارم، وده جهاز أشعة داخل أوضة العمليات، وتكنيكات دقيقة معينة لتثبيت العظم من خلال جروح صغيرة. مميزات النوع ده من الجراحات إن ألمه أقل بعد العملية بسبب صغر الجرح، وكذلك حافظنا على الأنسجة، التئام أسرع للجلد والعضلات، ندوب أصغر، ومظهر تجميلي أفضل، وده بيقلل لنا خطر العدوى نسبيا لأن مساحة الجرح أصغر. عودة أسرع للحركة في بعض الحالات، خصوصا عند الرياضيين أو المرضى اللي نشاطهم عالي. لكن طبعا زي ما ليه مميزات جيدة جدا، ففي بعض التحديات، انه مش مناسب لكل الكسور. بعض الكسور المعقدة او المفتتة بنحتاج نفتح فتح كامل لرؤية مباشرة، بيتطلب خبرة عالية من الجراح واجهزة متطورة داخل غرفة العمليات. خطر عدم الدقة لو مش معمول صح ممكن يترك اثر في الكسر او يخليه يرجع لوضع غير مثالي. كذلك التكلفة بتكون اعلى في عمليات المينيمالي انفيزيف. طب هل هو الحل الافضل دايما؟ لا، مش دايما. الافضلية بتعتمد على نوع الكسر ومكانه، حالة المريض، كذلك كبار السن ومرضى السكري والرياضيين، خبرة الفريق الجراحي. فالخلاصة، الجراحات طفيفة التوغل اللي احنا بنسميها المينيمالي انفيزيف هي وسيلة حديثة آمنة في كتير من الحالات، لكنها مش بديل مطلق للفتح الجراحي. احيانا الفتح التقليدي بيكون افضل لتحقيق دقة اعلى او التعامل مع كسور معينة. فالقرار لازم يكون شخصي ومبني على حالتك بالذات. تابعني في اقوى سلسلة على الانترنت هجاوبك فيها على اهم 60 سؤال ممكن يجوا في دماغك عن الكسور. والسؤال اللي جاي: هل أنا كمريض مسموح لي اختيار طريقة علاج الكسر؟ هل أنا كمريض مسموح لي اختيار طريقة علاج الكسر، ولا ده فقط دور جراح العظام بتاعي؟ الحقيقة قرار علاج الكسر مش اختيار عشوائي بين المريض أو الطبيب، هو عملية مشاركة. دور الجراح يحدد الخيارات الطبية الممكنة
حسب نوع الكسر، مكانه، درجة تفتته، حالة المريض، عمر المريض، الأمراض المزمنة اللي بيعاني منها، مستوى نشاطه. بيشرح المخاطر وبيشرح الفوائد لكل خيار على حدة. مثلا جبيرة مقابل جراحة، أو مسمار نخاعي مقابل شريحة، فبينصح بالخيار الأكثر أمانا وفاعلية من الناحية العلمية. أما دور المريض فلازم يسأل عن كل البدائل المتاحة، يوضح أولوياته. هل يهمه الشفاء الأسرع، تجنب العملية الجراحية، أو الحفاظ على مستوى معين من النشاط الرياضي؟ بيناقش تكاليف العلاج وظروفه الاجتماعية والمهنية. ففي بعض الحالات بيكون في خيار وحيد آمن زي مثلا كسر مفتوح، وفي حالات أخرى بيكون في عدة طرق صحيحة لعلاج نفس الكسر. مثلا كسر بالساعد يمكن تثبيته بكبيرة أو بجراح حسب وضعية العظم ونشاط المريض. وخلاصة كلامنا إن القرار مش فرض من الطبيب ولا اختيار مطلق من المريض، بل تعاون بين الطبيب اللي بيقدم العلم والخبرة والمريض اللي بيقدم أولوياته وظروفه. والنتيجة النهائية لازم تكون خطة علاج تناسب الاتنين. تابعني في أقوى سلسلة على الإنترنت هجاوبك فيها على أهم 60 سؤال عن الكسور. لايك وشير عشان تفيد غيرك. اللهم كن لإخواننا عونا ونصيرا، ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وآمن روعاتهم، أطعمهم من جوع، اسقهم من ظمأ، واحفظهم من كل سوء. اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. دمتم في عافية من الله وفضل، وكلامنا كله كان كلام في الحق.